انا جيت اصور الفيديو ده امبارح وكنت واقفه في الحمام ببل السبونج عشان ابدا تصوير عادي جدا، واذ فجاه في ماسوره فرقعت في الحمام، الماسوره بتاعه السخان، وكانت ميه سخنه. الحمد لله مفيش حاجه حصلت، بس معرفتش اصور الفيديو بعديها. فبصور الفيديو ده النهارده، فدي المره التانية اللي انا بحاول اصور فيها الفيديو ده، وان شاء الله تنجح. وكان نفسي اعمل لكم الفيديو ده قبل الحدث اللي انا هحكي لكم عليه دلوقتي، بس انا بعمله بعد الحدث وهحكي لكم ايه اللي حصل. فخلينا نشوف الفيديو، وغالبا هتبقوا قاريين من العنوان. فيديو النهارده هعمل لكم اللوك اللي انا عملته وانا رايحه اجدد رخصه السواقه بتاعتي، واللي عايش في مصر وعارف رخصه السواقه دي بتقعد 10 سنين، فكنت عايزه الصوره تبقى كويسه ديسنت محترمه عشان استحملها لمده ال10 سنين الجايين. بس برضه هحكي لكم ليه كل المجهود اللي انا عملته ده ما كانش له اي 30 لازمه. فلو مهتمين كملوا الفيديو. واول خطوه بدات بيها هي البراو جel، واستخدمت الانستازيا بيفرلي هيلز، وبحب استخدم الجل في الاول عشان يدي فرصه لحواجبي تثبت والجل ينشف لحد ما اوصل للاخر واعمل البراو لاينر او البراو بنسل او ايا كان، املى فراغات الحواجب يعني. وبعد كده جبت كونسيلر يكون لون بشرتي بالظبط، وهستخدمه في تحديد حواجبي، لان انا حواجبي محتاجه هندله اليومين دول، بس انا مستنيه لقبل العيد على طول عشان تبقى فريش في العيد، فسايبها يعني تطول شويه. ما عنديش مشكله، هي الشكل بتاعها مش وحش، بس يعني حواليها زيادات كده ما بحبش انها تبان في الصور، وطبعا في الاخر ده ما فرقش في حاجه، وهحكي لكم ليه دلوقتي. بس خدت شويه كونسيلر وبفرشه رفيعه قوي كده فلات، قعدت احدد حوالين الحواجب. وبالناحية التانية من الفرشة هي يعني فلافي كده شوية، بدمج طرف الكونسيلر ده عشان ما يبقاش يعني خط واضح. وطبعا هو مش بيخبي الشعر الزيادة يعني اللي تحت الحاجب، بس هو بيدي ايحاء ان الحاجب مرسوم كده من تحت. معرفش انتوا واخدين بالكم ولا لا. وعملت الخطوة دي من تحت بس مش من فوق، بحس من فوق هيبقى شكلها فيك قوي، فعملتها من تحت بس. وبعد كده استخدمت النارس تنتد سماتش بروف اي شادو بيس، ده اللي هو اي برايمر، عشان كذا حاجة. عشان هحط اي شادو خفيف قوي، وفي نفس الوقت برضو يشيل الغمقان اللي فوق العين لان هو ليه لون. وخليني احكي لكم ان في كل خطوة بعملها دلوقتي هقول لكم ان كل ده ما كانش له اي 30 لازمة بجد. وبعد كده جبت طبعا الاي شادو برايمر، الاي شادو باليت دي بتاعت هدى بيوتي، وجبت فرشة ايلاينر رفيعة قوي، واستخدمت اللون البني ده في ان انا اعمل اصغر وينج في الوجود. كل اللي انا عملته ان انا خدت الشيد البني ده على الفرشة، نفضت الفرشة. هوريكم ازاي بقى عملت الوينج. كل اللي انا عملته حطيت طرف الفرشة هنا وسحبت اصغر سحبة وينج في التاريخ كده، هتدي الليفت للعين من غير ما يبان ان في حاجه هارش. ونفس الحاجه الناحيه التانية، انا عندي العينين مختلفين فشكل الوينج بيبقى مختلف، فهحاول ان انا اعمل نفس الشكل او نفس الانجل على الاقل. طبعا برضو ما طلعش هو، بس مش مشكله. ومن نفس الباليت خدت اللون اللي فوقه ده، هو لون كانه برونزر، فانتوا ممكن تستخدموا البرونزر بتاعكم على فرشه فلافي وتمشوها على الكريس عادي جدا. وبعد كده جبت برونزر او كونتور ما يكونش وورم قوي عشان ما يبقاش شكله غريب، يعني كان هدفي ان هو يدي تحديد للوش عشان ده يبان في الصوره. فجبت حاجه تكون نيوترال توند، مش عايزاها كول توند قوي برضه عشان ما يبقاش شكلها غريب. وفضلت امشيها على كاني بحط كونتور عادي، بس ما تقلتش خالص، كنت عايزاها ناتشرال جدا. وهنا برضه كده، وحطيت برضو على الجو لاين يدي ديفينيشن للوش كده. كل ده بكميات خفيفه قوي لان انا كمان مش هحط فاونديشن، فهو ده اللي هيبقى باين على الوش. وبعد كده جبت نفس الكونسيلر اللي استخدمته تحت حواجبي وهحطه بجد بكميه قليله قوي. هي الفكره كلها ان انا اغطي الغمقان او واحد لون البشره، انا مش عايزه اعمل فول كفرج ولا اي حاجه من الكلام ده، فهحط كميه قليله قوي على الحتت اللي انا حاسه ان هي محتاجه اصلح لونها من الاخر. وبعد كده ببلند بالسبونج. وهستخدم بعد كده الباودر بتاعت هدى بيوتي دي اللي هي الايزي بيك، ودي الدرجه بتاعت باوند كيك. فالاول هحط على الباف كده شويه باودر وهخففها على ايدي، وهتاكد ان مفيش تخطيط تحت العين. وبعد كده هقوم استخدم الباودر كده، انتوا عارفين الطريقه خلاص. وبعد كده بالفرشه الفلافي اللي خدنا بيها الاي شادو البني الفاتح من غير ما اضيف اي حاجه، ومشيت تحت عيني كده على اساس هيبان. انا مغفله ان انا فاكره ان الحاجات دي هتبان في صوره. بعد كده خدت بلاش خفيف مش كتير، باودر بلاش، حطيت فوق البرونزر كده بلاش خفيف قوي يدي بس يرجع شويه لون للبشره لانها بقت فلات قوي من بعد الكونسيلر.
بعد كده حطيت طبقة خفيفة قوي من الماسكارا على رموشي كلها. بعد كده استخدمت البراو بين عشان املأ الفراغات اللي في حواجبي. وزي ما قلت لكم قبل كده الشارلوت تيلبري ايكونيك نود بحس ان هو ذا بيرفكت نود ليب لتحديد شفايفي، فده الليب لاينر اللي انا اخترته عشان الصوره دي. وما عملتش اوفر لايننج قوي، ما حبيتش ان الصوره او ان شكلي ما يبانش طبيعي في الصوره. وانتوا مش متخيلين يا جماعه ان انا صحيت الساعه 8 الصبح عشان اعمل المجهود ده كله على ايه؟ على ما فيش غالبا. وزي ما حكيت لكم ده البيرفكت ليب كومبو بتاعي، فاللوك ده ما كانش ينفع يكتمل من غير التارت ماركوجا جوسي ليب، ودي الشيد روز. انا يوم تجديد الرخصه ده صحيت الساعه 8 الصبح، قلت لازم اخد وقتي عشان اعمل اللوك الجميل الكيوت ده. وبعد كل التعب ده كله في الاخر كان على فشوش، عشان دي كانت النتيجه. شايفين قمر؟ هي دي الصوره اللي هتقعد معايا 10 سنين. بس كده. فانتوا يا جماعه لو عندكم بطاقه، رخصه، عايزين تجددوها، عايزين تعملوها باسبور، بجد ما تتعبوش نفسكم. باسبور اكشلي الباسبور ممكن تبقى الصوره باينه شويه، بس لو بطاقه او رخصه خدي راحتك في النوم عادي جدا. اصحي من النوم، انزلي على المشوار بتاعك على طول، شعرك منكوش ولا يهمك، عشان ما فيش اي حاجه هتبان في الصوره، وهتبقى اسوأ كواليتي صوره في تاريخ البني ادمين. بس كده. وده كان لوك النهارده، واللوك عجبني على فكره، عجبني جدا. خليني اعمل لكم زوم ان عشان تشوفوا قد ايه كان خفيف ولطيف وظريف، وينفع يتعمل ناتشرال لوك. يعني لو حد ما بيحبش مثلا يحط فاونديشن او كده، اللوك ده مناسب قوي للموضوع ده. وزي ما انتم شايفين اهو لسه البشره باينه من تحت الميك اب، لان احنا ما حطيناش فاونديشن، ما كانش فيه تغطيه كبيره، لسه فيه جلو من السكين كير، لسه فيه بقع باينه عادي جدا، بس مدينكو انهانسمنت كده، يعني محسن شكلكو، مدينه ليفت كده بسيط خفيف ظريف وكيوت. وممكن نعمل ستوري تايم كده خفيف. انا عشان كانت رخصتي من 10 سنين فهي قديمة جدا، وفي خلال ال10 سنين اللي فاتوا اتجوزت وعنواني اتغير، فلما باجي اغير رخصة السواقة المفروض اغير المرور اللي انا فيه، فاضطريت اروح المرور القديم والمرور الجديد. فتخيلوا تروحوا مصلحتين حكوميتين في نفس اليوم، مع الخناقات المشاكل، وفي نهار رمضان يعني الناس صايمه، والجو يومها كان حر جدا. ومش هقول لكم الميك اب صح، بس وشي احمر، فبقى وشي يعني بغض النظر مش باين في الصوره، بس بقى وشي عباره عن احمر، وكل تفاصيل الميك اب اللي انا عملتها دي ما عادتش باينه خالص، فمش فارقه في حاجه. الميزه الوحيده في المشوار ده ان هو يطرح في رمضان، ان انا متاكده ان المصالح دي بره رمضان كتبها هيبقى عدد الناس 10 اضعاف اللي كانوا موجودين في اليوم اللي انا روحته، فيمكن دي الميزه الوحيده. بغض النظر انه كان حر، رحت كذا مشوار في نفس الوقت، قضيت وقت في الشارع او في المصالح. يعني في الشارع احنا بنقول في مصر في الشارع اذن بره البيت، يعني من الساعة 9 للساعة 2 تقريبا. وعايزة اقول لكم انا روحت من المشوار ده اتدلقت، نمت لمدة 3 ساعات، صحيت الساعة 5 جهزت الفطار، واليوم خلص على كده. كان يوم ملهك جدا، واي حد عايش في القاهرة او عايش في مصر عامة عارف الموضوع ده. بس الحمد لله خلصت المهمة وانجزت المهمة بتاعة الرخصة، لان انا كنت حاسة ان انا محبوسة مكاني، مش عارفة اتحرك، مع اني ما كنتش عايزة انزل حتة، بس فكرة ان انا مش قادرة اركب العربية واروح في حته ده كان مأزمني شويه، حاسه ان انا متلجمه كده. بس دلوقتي انا معايا رخصه اقدر اتحرك في المكان اللي انا عايزاه، وخلصنا من المشوار مش هنعمله تاني لمده 10 سنين ان شاء الله. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما نزل فيديو جديد. المفروض هيكون فيه فيرجن قصير من الفيديو ده على تيك توك. لو عندكم حساب على تيك توك او انستجرام ما تنسوش تعملوا لي follow على ال 2 applications دول او ال platforms دول. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.